صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي أنت بتسمعني فيه. أولًا اعذروني على التأخير في الفيديوهات، إن أنا مش بارفع فيديوهات كتير، ده نظرًا والله لضغط الشغل عندي، ولكن في مجموعة فيديوهات أنا already صورتها وواقفة بس على شوية الmontage الخفيف اللي أنا باعملهم علشان أرفعهم على القناة، وإن شاء الله قريب هيكونوا موجودين، وفي مواضيع كتيرة مهمة نتكلم فيها وعامل لها فيديوهات. خلّينا في الموضوع بتاع النهارده. project كبير زي ده، المفروض إن الproject ده هو 8.000.000 body count، وال8.000.000 body count دول يعني أنا مقللهم جدًا، وكانوا ممكن يبقوا أكتر من 20 body count. فكرة الoptimization دي مش سهلة، واللي أنا اكتشفته نظرًا لإني يعني طلبت مساعدة، وطلبت إن ناس تساعدني في بروجكتات كبيرة، ده أو غيره، وناس تشتغل معايا، وناس كتير شُفت شغلها المفروض إن هي يعني مش مبتدئة، المفروض إن هي محترفة وشغالة في المجال. لقيت إن عندها فكرة الoptimization دي مش أحسن حاجة، أو بيقعوا دايمًا في فكرة الoptimization. الoptimization عامل مهم جدًا، يعني من إحدى المواقف اللي أنا شُفتها أو اللي عاصرتها مع حد، إن هو بيعمل render لproject الكارت بتاعه اتحرق، ده بسبب الoptimization، بسبب إن الgeometry كتير، بسبب إن الpoly count كتير، بسبب إن الكارت مش قادر يعمل ده كله. إحنا مهما كان الكارت بتاعك عالي، برضه أنت كارتك محدود بالنسبة لل3D وبالنسبة للبروجكتات الكبيرة في ال3D. ما تقارنش لمّا تعمل إعلان لمنتج، مثلًا حاجة زي الperfume أو حاجة علبة كريم، وبتحط لها geometry كتير أو بتعمل لها subdivision عالي. نفس الكلام ده هيتطبق على أي حاجة أنت هتعملها، لإن علبة كريم ما تقارنهاش جنب مجمّع كبير بالشكل ده. فالحاجات اللي بيبقى فيها شغل زي مجمّع شركة، حاجات كبيرة بالشكل ده، لازم يبقى عندك فكرة الoptimization. الoptimization هو إن إحنا نقلل عدد الobjects على قد ما نقدر، نقلل عدد الpoly counts على قد ما نقدر. project زي ده مثلًا إحنا عندنا يعني جزء شمال هنا، وهو نفسه اللي في اليمين هنا، مع اختلافات بسيطة. الاختلافات دي في المبنى الأساسي، يعني هنا عدد المحلات غير هنا، فهنا أنا مش يعني هاضطر إن أنا ما أعملش mirror. وعلى فكرة الmirror اللي أنا باتكلم عليه مش الmirror اللي إحنا متعودين عليه في الtutorial وبتاع الmodifier، وإن أنا هاعمل mirror والجزء اللي أنا هاعمله على اليمين هاعمله على الشمال، لأ. إحنا لازم نفكر برّه الصندوق. أنت مش بتتعلم علشان تطبّق وخلاص، لازم تشغّل دماغك، ولازم تطبّق بأفكارك أنت، وتطبّق بأفكار برّه الصندوق. زي إيه؟ أنا هنا طبعًا في المبنى الأساسي أنا ما عملتش mirror، لإن المحلات هنا مش زي هنا، تمام؟ هتلاقي هنا واخدة الجيومتري بتاعتها، هنا واخدة الجيومتري بتاعتها، تمام. طيب اللي أنا عملت له مرور هو إيه؟ هو السور اللي فوق ده. السور اللي فوق ده متكرر لأن المساحة هنا هي نفس المساحة هنا، فده متكرر هنا، تمام. هتلاقي إن أنا هنا مش عامل mirror، لأ. أنا هنا عامل دي أوبجكتات لوحدها، عملت لها array بعد ما خلصتها، وعملت السور حوالين المبنى. خلينا نقرب منه شوية كده، تمام. بالشكل ده المفروض إن هو سور فيه جيومتري كتير، كل واجهة منهم حوالي 10,000 أو يمكن أكتر أو أقل، حاجات بسيطة في هنا 16,000 وهكذا. طيب بعد ما خلصت أنا هعمل إيه؟ أنا بمسك دول كده. خلينا أول نشيل الجزء التاني ده، وهوريكم بالظبط إيه اللي يتم في حاجة زي دي. سوري، تمام تمام. وهوريكم بالظبط ايه اللي يتم في حاجة زي دي. احنا دلوقتي عايزين نجيب ده، الكلام ده طبعا يتطبق على كل حاجة، يعني الكلام ده يتطبق على اي حاجة انت عايز تنقلها من هنا لهنا، تمام. زي دول السولار بانل اللي فوق السطح، يعني اي حاجة انت عايز تنقلها من هنا لهنا واخدة نفس الشكل، هنعمل لها ميرور بالشكل ده. هنعمل لها ميرور ازاي؟ هتلاقي ان المبنى الرئيسي اللي هو ده، انا حاطط البوينت بتاعه، الاوريجين بوينت بتاعه في السنتر ما بينهم. المفروض ان المسافه بينهم متساويه، تمام. وانا حاطط الاوريجين بوينت في النص هنا. طيب اول حاجه هعملها، هروح على الاوريجين بوينت دي وهعمل شيفت اس، وهقول له كورسر تو سيلكتد علشان انقل الكورسر هنا. وبعدين همسك المجموعه دي كده،
تمام. وبعدين هتأكد أول إن الترانسفورم بوينت دي على ال 3 دي كورسر. أنا شغال على ال 3 دي كورسر دلوقتي. وبعدين هعمل Alt دي، Alt دي مش شيفت دي، فهتلاقي إن الجيومتري هنا بصفر أو البولي كاونتس هنا بصفر. وبعدين هروح على اوبجكت هسيبهم أول زي ما كانوا، زي ما هما. أنا هعمل رايت كليك علشان ينزلوا زي ما هما بالظبط. وهروح على اوبجكت ميرور اكس جلوبال، هتلاقيهم انتقلوا بالظبط على المبنى التاني بالشكل ده. نفس الفكرة دي طبقتها على السولار بانل، فهتلاقيهم واخدين صفر الناحية دي. اصلا السولار بانل اساسا مفيش الا واحدة بس انا سايب لها جيومتري، اللي هي تقريبا دي بالظبط كده. وبدأت اخدها الت دي اوزعها هنا. وبعدين اخدتهم كلهم الت دي، وبعدين عملت لهم ميرور برضو على 3 دي كورسر الناحية التانية هنا. ده كده، دي كده يعني فكرة واحدة من الاوبتمايزيشن. هتلاقي مثلا نفس فكرة الميرور اللي انا عملتها دلوقتي، طبقتها برضو على الجلسات اللي تحت هنا دي. هي نفس الجلسات دي بنفس الترتيب بتاعها، فطبقتها برضو بنفس الفكرة بعد ما خلصت التوزيع على جزء من المبنى او على الجزء الشمال او اليمين. وزعتها على الجزء التاني بميرور. هتلاقي اصلا ان الجلسات دي هي انستنس، هي مش يعني. لحظة، لأن أنا كده عامل، خلينا كده عشان نعرف نحرك، وخليني أظهر لكم الإكستراز علشان تشوفوا. طيب ده انستنس، يعني ده أصلا هجيب لكم الأصل بتاعه اهو. لحظة واحدة، تقريبا هو السيد ده. select object وهنروح له كده. تمام. تعالى نعمل كده. هتلاقي إن ده في السنتر بتاع، هي دي الطريقه بتاعت الانستنس، وازاي تعمل انستنس في البروجكت بتاعك. لان انا مش همسك كل ترابيزه وكل كرسي وكل فنجان واحركهم في المكان. تمام. اصلا يعني ده هياخد جيومتري برضو كتير، فده ما ينفعش. تمام. طيب عملت ايه؟ حطيتهم زي ما قلت لك في السنتر بتاع الورلد، حطيتهم عند ال 3 دي كورسر في السنتر بتاع الورلد، ربطتهم ب امبتي هنا، والامبتي اتاكدت ان هو في السنتر بالظبط، الدنيا تمام بتاعتي. ربطتهم بالامبتي بتاعي ده. وبعدين رحت هنا، يعني خلاص كده خفيت ده، انا مش عايزه في حاجه. وبروح في اي مكان هنا، بحط ال 3 دي كورسر بتاعي، وبقول له شيفت ايه، كوليكشن انستنس، وبختار. طبعا انا معلمهم بلون معين علشان يعني الحاجات اللي انا باخدها انستنس بعلمها بلون معين. وبختار السيت اهو، فبيتحرك معايا كأنه اوبجكت واحد وما بيتحسبش الجيومتري بتاعه. شوف انا لو كنت مشيت واحده واحده وكنت اخدت دول قطعه قطعه وقعدت ان انا ارتب المكان، شوف ده كان هياخد معايا وقت قد ايه. بس انا بكلمك على فرق الوقت فقط. تمام. ده غير كمان وفرة الوفرة على الامكانيات بتاعت الجهاز بتاعك، الجيومتري اللي انت بتوفره، كل الحاجات دي. تمام. هتلاقي حاجات كتير هنا، يعني دي بتتكرر معايا كتير، فعملتها انستنس ليه؟ لان فيها شغل كتير، فيها بوش وفيها، خليني ابعد كده، فيها ورد، فيها بوش، فيها شغل كتير. تمام. فبتتكرر معايا كتير وفي جيومتري كتير، فلازم ان انا اعمل كده. لازم ان انا اخدها انستنس وابدا ان انا اوزعها في الاماكن بتاعتي. تمام. هتلاقي حاجات زي دي ما بتتكررش كتير، فهي دي الحاجات اللي انا ايه، يعني باحطها قطعة قطعة كده. وكلها على بعضها برضو بعد ما بخلصها كده واخدها وموزعها في المكان، لانها مش بتتكرر معايا كتير في المبنى كله يعني. تمام. لكن برضو بعد ما يعني انا مثلا رتبت شجرة منهم، بروح واخدها برضو الت دي وموزعها علشان اخفف جيومتري على قد ما اقدر. الجيومتري ده عامل يعني ممكن يزعلك في الجهاز. فانت طبعا انت محتاج انك انت تشتغل، مش تيجي ترندر فريم تيجي تبص تلاقي الكارت راح لا قدر الله يحصل له حاجة. تمام. غير كده لما تيجي برضو تشتغل في بروجكت زي ده، لازم يبقى عندك تنظيم في
الobjects اللي أنت بتوزّعها، هتلاقيني أنا مثلًا حاجة زي دي ممكن ناس كتير تكون بتستهتر بيها والّا حاجة أو شايفاها إن هي حاجة مش مهمة، لأ هي مهمة جدًا لسبب، أنا دلوقتي بعد ما خلّصت في حاجة أنا عايز أعملها تحت هنا، أو في حاجة أنا عايز أغيّرها هنا، فمش هاقعد أمسك واحدة، واحدة وأتعامل معاها. طبعًا هتقول لي طَب أنت ليه ما عملتهمش array؟ يعني أنت عمّال تمسكهم مربّع، مربّع ليه؟ ما أنت كان ممكن تعملهم array. بُص يا صديقي هتلاقي هنا 0، أنا عامل مربّع واحد بس وآخده Alt D وموزّعه، ولازم تعمل كده، لإن تخيّل إن كل ده أنت هتعمل له array. الarray على فكرة بيسمّع geometry، يعني بيتحسب عليك geometry. أنا مش عارف فين الأصل بتاعه، باحاول إن أنا أشوفه، ولكن اللي أنا عايز أقوله لك هتلاقيني هنا مثلًا لو أنا عايز أخفيهم، هاضغط هنا هيختفي، علشان أشتغل أعمل حاجة مثلًا أنا عايز أعملها وأرجع لها تاني، أو لو عايز مثلًا أدلّتهم أغيّرهم خالص، فمش هاقعد أمسكهم واحدة، واحدة. تمام؟ طيب تعالَ نشوف، أعتقد هي دي الأصل بتاعتهم ممكن. لأ هي دي الأصل بتاعتهم، الأصل بتاعتهم ب5772. اضرب في الرقم اللي هو كام؟ 125 واحدة، شوف دول بكام لوحدهم. دول مليون الحتة دي كده هتتكلف معاك مليون جيومتري. الاوبتمايزيشن ده عامل مهم جدا 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 في الشركات وفي الأعمال الكبيرة وفي التيمات. ما تستهونش بيه خالص. الموضوع ده بيمشي ناس من الشغل وبيخلي ناس تشتغل من فكرة الاوبتمايزيشن بس. لأن أنا كشركة عايز أعمل بروجكت كبير، فمش هجيب واحد يحط لي بروجكت عايز شركة ديزني علشان ترندره. أنا عايز واحد يعرف يعمل اوبتمايزيشن يخلي البروجكت سهل في الرندر. تمام. فكرة الأوبتمايزيشن دي يمكن ما كانتش عند كل الناس، لأن شُفت كتير بيُقع فيها. فمهمة جدًا، مهم جدًا إنك أنت تاخد بالك من الأوبتمايزيشن بتاعك وأنت شغال. وإن شاء الله الproject كامل هينزل قريب، ولو عايزينّي أعمل لكم فيديو عن الassets دي والحاجات دي وأنا باعملها، قولوا لي في التعليقات وأنا أعمل لكم فيديو كامل عن الproject ده وأنا شغال فيه. وفي تريكات كتير أوي استخدمتها في الproject ده، ممكن برضه إن أنا أعمل فيديو عنها. لو حابين كده قولوا لي في التعليقات، ما تنساش الاشتراك واللايك والcomment علشان تدعمني، علشان أقدر أستمر في عمل فيديوهات زي دي. أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.